الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق، حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يوشك على أبنائنا وبناتنا وعائلاتنا في مشرق العالم العربي والإسلامي ومغربه نهاية العام الدراسي، ويستنشق أبناؤنا وبناتنا شيئا من أكسجين الحرية بعيدا عن قيود العلم والتعلم وثقل المناهج وتتابعها. ويستريح الأب قليلا من أن يمد يده إلى جيبه لمدة شهرين كي لا يدفع الدروس الخصوصية أو الرسوم المقررة. فلقد أصبح التعليم استثمارا لصالح أناس ضد أناس، ولا هناك لا تعليم ولا غير تعليم. كان زمان تسمى في القرن قبل الماضي وأواسط القرن الماضي في مصر وبعض الدول العربية تسمى وزارة المعارف، وده تسمية عبقرية، لأن المعرفة غير العلم. لم يدعي أجدادنا لفطرتهم السليمة أنهم ينشئون وزارات للتعليم، قال وزارة المعارف. أنت تقول الله سبحانه وتعالى عالم ولا تقول الله عارف. لماذا؟ لأن كلمة عارف محدودة بنسبية المعرفة، محدودة فيها محدودية النسب في المعرفة. أنت تعرف أشياء ولا تعرف أشياء أخرى. أنت تقول أنا أعرف الله ولا تستطيع أن تقول أنا أعلم الله، لا، لأن العلم إحاطة، العلم إحاطة تحيط بالأشياء. الله عالم لأنه لا شيء يخفى عليه في السماوات ولا في الأرض، لكن أنت تصير عارفا لأنك تعرف شيء وتغيب عنك أشياء. فسمى أجدادنا وزارات التعليم وزارة المعارف. لن يدعوا أنها وزارة تربية، ولم يدعوا أنها وزارة تعليم. فلما أسميناها كما قال حكيمنا العربي التربية والتعليم، قال حكيمنا العربي أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاضا صولة الأسد. فالعجيب أن منهج التربية والتعليم في كتاب الله أغرب مما تتخيل. من إعجاز هذا الكتاب الخالد أنه يصلح حياة الإنسان في معاشه ومعاده، ولكن لما يترك المسلمون المنهج يضلوا. تعالوا إلى الحلقتين السابقتين للقرآن، التوراة والإنجيل. إذا ترجمت باللغة العربية معنى التوراة اللغة العربية معناها الدفع والدفاع، لأن التوراة لما أنزلت كأن الله أوجد المنكرين لها والمنكرين لكريم الله موسى وديانته يقف في موقف الدفاع لا في موقف الهجوم. فالتوراة جاءت كي يدفع الباطل الحق. ثم جاء الإنجيل. الإنجيل في اللغة العربية جاء من فعل نجل أو ناجل الزرع، يعني قاطع الزرع. فالإنجيل جاء ليقطع الشبهات حول الذين يجعلون لله ندا أو زوجة أو غير ذلك، لكن الذين حرفوا ما أدركوا هذا. المهم
ثم جاء البيان الأخير القرآن من نبع القراءة. ونبع القراءة هو مرحلة التفجير المعرفي للإنسان. فلما كان هذا هو الكتاب الخاتم على النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، على الأمة المختوم بها البشرية ونهاية العالم، جاء القرآن الكريم في مواضع 4 ليكرر هذه الآية. 4 مواضع اللي هي التربية والتعليم. ما هي؟ أول هذه الآيات كانت في البقرة، وبعدها ببضع آيات تكررت مرة أخرى في البقرة. أين هذه؟ جاء الخليل من الشمال وبلغ ولده معه السعي، ورأينا قصة الذبيح وكيف أنقذ بكبش من السماء. لما كبر إسماعيل جاء الخليل بوحي من الله وأمر أن يرفع القواعد وابنه الصديق إسماعيل من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه الآية مثابة البنية الأساسية لأي حضارة. أي حضارة فيها قبلة الناس تتجه إليها والقلوب تهوي إليها وتهفو إليها، وكل واحد في العالم يتجه إليها. حتى قال علماؤنا لو أن أي إنسان ينظر إلى القبلة الصحيحة، لو كان في آخر العالم سواء من في كوالالمبور، في ملبورن، في ستوكهولم، في غابات نيجيريا، في أي مكان، لو أن شعاع الشمس مر بجوار حاجبه لقطع الكعبة. يعني يمر عن حاجبه الأيمن، من حاجبه الأيمن إلى الكعبة نفسها. هذه القبلة. إذن هذه البنية الأساسية. ثم جاء سيدنا إبراهيم ويؤمن إسماعيل على دعائه في أسلوب التربية والتعليم في القرآن. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ماذا يصنع يا خليل الرحمن؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه مناهج التربية والتعليم في الإسلام، وسوف آتي للتفصيل إن شاء الله. قال ربنا بعدها ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني لو ابتعدت عن ال4 ركائز دي لتربي وتعلم فأنت سفيه. إن ابتعدت عما وضعه الخليل من العمد 4 فأنت سفيه. تكررت هذه الآيات بس بترتيب آخر في سورة البقرة نفسها، ثم في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه في آل عمران. سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. انظر إلى الترتيب. أنا أريد أن تصيغ إلي دقائق معدودة، لأن خطبة الجمعة لا نلتقي إلا من الجمعة للجمعة، ونحن في نهاية العام الدراسي نقلب كفا على كف. ما الذي يحدث للأولاد؟ من منكم لم يضع يده على قلبه عندما بلغت ابنته ودخلت الصف السابع أو الثامن من أن تغويها زميلتها؟ من منكم لم يضع يده على قلبه عندما تخرج الولد من الثانوية العامة أو الصف 12 ودخل على الجامعة واجتمع حوله في منظر أو جو الحرية هذا وذاك وهذه الملل وتلك النحل وهذه المذاهب؟ سبحان الله، كلنا نضع أيدينا على قلوبنا. لماذا؟ لأن هذا ليس محضا لا تربية ولا تعليم. مدارسنا وجامعاتنا في عالمنا الإسلامي، أنا لا أكلم بلدا معينا، هذه الخطبة بفضل الله بعد أن توضع على الشبكة العنكبوتية الحمد لله يعني يسمعها ويراجعها ويراقبها ملايين بفضل الله عز وجل. أنا لا أوجه لدولة معينة، أنا أتكلم للإسلام وللمسلمين جميعا. المدارس والجامعات في عالمنا الإسلامي إما حكومية أو خاصة. الخاصة جهة استثمار زي السوبر ماركت، زي واحد فتح صالة عرض للسيارات،
زي واحد عنده عرض للملابس، هذه مدرسة 3 نجوم، وهذه مدرسة 5 نجوم، وهذه مدرسة 7 نجوم، هذه ب10,000، هذه ب30,000، هذه ب90,000، أنت وقدرتك. لكن إيه علاقتها بالتربية أو علاقتها بالتعليم؟ دي مسألة أخرى. ثم المنهج اللي وضعه سيدنا إبراهيم قدم العلم على التزكية، يعني العلم قدمه عن التربية والسلوك. ولكن الله في السور، في الآيات ال3 المكررة بعد ذلك، سواء في البقرة أو آل عمران أو سورة الجمعة، وهذا واجبك الأسبوعي أن تعود إلى البيت وتنظر إلى هذه الآيات وما سبقها وما أتى بعدها، تجد أن الله عز وجل رتب مسألة التربية والتعليم ترتيب إلهي، لأنه الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير العليم الخبير سبحانه وتعالى. هو خلق النفس الإنسانية ويعلم ما الذي يصلحها وما الذي يفسدها. بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا، يبقى تلاوة الآيات الأول، ويزكيهم، الخلق والتربية، ويعلمهم الكتاب والحكمة، التعليم. تعال إلى مدارسنا وجامعاتنا. مدارس والجامعات لو أرادت أن تعود إلى هذا المنهج ماذا تصنع؟ من الواجب المحاضرة الأولى في الجامعة والحصة الأولى في المدرسة، من الصف الأول الابتدائي، الصف ال12، ثم في الجامعة، ثم في الدراسات العليا، يجب أن تكون هناك تحوم العقول والقلوب من المعلم ومن الأستاذ ومن المربي والمربية مع الأولاد ومع البنات ومع الطلبة والطالبات حول كتاب الله عز وجل. هذا تشريع بياني، هذا تشريع بلاغي، هذا إعجاز علمي، هذا إعجاز في الرسم المصحف، هذا إعجاز في كذا، إعجاز في كذا، هذا قصص، هذه أمثال، هذه دار آخرة، هذه أحكام. سبحان الله. فيفعل وينفعل الولد في أول اليوم ببركة القرآن كما كان أجدادنا. يعني وإن كان زمان حصة الدين عبارة عن قرآن كريم فقط بتحفيظه أو بحفظه وترديده، وقد لا يفهم الطالب منه شيئا. يبقى إذن لو أن الولد والبنت بدأ ببركة القرآن في أول حصة، يأتي بعد ذلك في الحصة التي تليها حصة السلوك. ليس هناك في المدرسة ولا في الجامعة أستاذ يسمى أستاذ الأخلاق، يقول لك يا أستاذ ما احنا بنعلم الطلبة الأخلاق. من أين تعلم الطلبة الأخلاق؟ سبحان الله. المعلم عصبي، ومدير المدرسة عصبي، ووكيل الوزارة عصبي، والعصبية تريدنا كأننا عايشين في مستشفى للأمراض العصبية. ما الذي يعود على الولد والبنت من عصبية الأستاذ؟ لكن السلوك. يعني ايه سلوك؟ الولد سبحان الله والبنت من الإيحاء المحيط به يؤثر فيه. كيف؟ يعني لو تكلم الأستاذ عن الحلم، عن الصبر، عن الإخلاص، عن الصدق، عن مصيبة الكذب، عن آفة النميمة، عن كارثة الحسد، عن مصيبة الحقد، عن مصيبة العجب، عن الكبر وغيره، والله سبحان الله يدخل الولد بعد ذلك بعد تلاوة كتاب الله في الحصة الأولى والسلوكيات والتزكية التي ذكرها الله في المواضع ال3 والخليل من قبل في خلاف في الترتيب، يدخل الولد على حصة العلوم وعلى درس المواد الاجتماعية وعلى درس اللغة وهو مفعم بالشيء الطيب. لماذا؟ لأن الولد لما يدرس سبحان الله الدراسات العلمية المختلفة دون معرفة بجذوره هو. كيف؟ يعني مثلا انظر في مادة التاريخ مثلا، هل تستطيع أن تسأل ولد الآن في الصف ال12 أو في آخر سنة في الجامعة تقول أنا أريد أن تكتب 3 أسطر فقط عن موسى ابن نصير بس فقط؟ من هو؟ هو يتساءل يعني، بس ممكن تقرب يا أستاذ السؤال كيف يعني في أي فريق كان يلعب؟ مع أي، هل كان تبع السينما هوليود ولا السينما البريطانية؟ يا ابن لا سينما ولا لعب. موسى ابن نصير الحقيقة أنا لا كلمني لا أبي ولا أمي، لأن أبي موسى لا يعرف عن موسى بن نصير شيء أبدا، وأمي فهيمة لا تفهم شيئا سبحان الله، وأنا ابن فهيمة وابن موسى لا أعرف سبحان الله. طيب بلاش موسى بن نصير، يعني
من اول مثلا يعني من الفقيه الذي تتلمذ على يد ابي حنيفه وصار له مذهب من المذهب مثلا، يعني ماذا؟ لن يجيب. لماذا؟ قطعت صلته باسلافه، فاصبح مساله العلم عنده مساله بعيده تماما. ثم جاء الاخر وبث العلوم على انها من صنع الانسان فقط وصلتها مبتوتة عن السماء، فدرس الولد الكيمياء ودرس لنا في ايام الثانوي وخيبة الامل المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم. لا اله الا الله. يعني لو جاء ابو حنيفة او ابن تيمية وسمع هذه الجملة بما يحكم على قائلها، المادة لا تفنى، هذا مخالف لما في كتاب الله، كل من عليها. لكن معلم الكيمياء يقول مضطرا يا ولدي المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم. يعني الله أكبر. طب وآدم من أين خلق؟ ونحن سبحان الله ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إذن هو منافي لعقيدته. يدرس الولد شيء والمعلم يدرسه شيء ويمتحن في شيء ثالث. إذن ما حصلت لولدي ولا ابنتي على لا تربية ولا تعليم. إذن الله من على الذين آمنوا بأن بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. تلاوة الآيات بما فيها من عظمة، ليس قراءة مجرد حجر هكذا. ويزكيهم لأن التزكية مهمة سبحان الله العظيم. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طيب إذا لم يطبقوا يا رب المنهج سوف يظل من بعد في ضلال مبين. وما بين الضلالين يعيش الإنسان 50 أو 60 سنة ثم تمر به الحياة وجاهلا ينجب جاهلا ووزارة تنتج وزارة، ثم بعد ذلك يأتي أولادنا ليتقايا كل واحد منهم على ورقة الإجابة ما يعني حفظه في داخل بطنه، لأنه لو يعني استقرت هذه العلوم الصعبة المعقدة في بطنه لقتلته، ومجرد أن يفرغها انتهت القضية سبحان الله. وأصبح الولد سبحان الله لا نحن نظرنا إلى الولد المميز ولا نظرنا إلى البنت المميزة ولا نظرنا إلى المعلم المميز ولا الإدارة المميزة، وأصبحنا ندور في فلك دائر. ثم بقيت كارثة الامتحانات التي أتمنى أن توزع على ليست 3 فصول، على 5 فصول. نحن الولد يدرس من شهر سبتمبر إلى شهر يونيو، يعني عندك 9 أشهر. في ايه المشكلة ان كل شهرين يعمل له امتحان ادي 20% واللي بعده 20% واللي بعد في اخر السنة يظل 20% فقط. لا الولد يجي له مغص ولا الام يجي لها هرد اتاك ولا الاب ينقل انعاش سبحان الله. هذه المصيبة الكبيرة التي كل عام نخص فيها، وسبحان الله كأنما وجدنا آباءنا على أمة ونحن على آثار مقتدون. أنا أدعو الله عز وجل أن يوفق أبناءنا وبناتنا في الامتحانات وأن يجعلهم من الناجحين الفالحين في الدارين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا كله لا ينقص من شأن المجهود الرهيب الذي تقوم به الوزارات ولا المعلمين ولا المعلمات ولا الأولاد والبنات ولا أولياء الأمور. بس لكننا كموتور سيارة يحترق ويعمل ولكن السيارة واقفة في مكانها. يعني بعد جيل جابر بن حيان في الكيمياء والحسن بن الهيثم في علوم البصريات والرازي وابن النفيس في الدورة اكتشاف الدورة الدموية الذي ينسبونها إلى أخر سبحان الله، والخوارزمي في علم اللوغاريتمات وعلم الجبر سبحان الله، وابن البيطار في علم الصيدلة وعلم الأدوية. كل هؤلاء لما يعني قضوا نحبهم تركوا خلفهم من لم يرفع الراية مرة أخرى. لماذا؟ لأننا نغرق أبناءنا وبناتنا في مناهج كبيرة جدا ليس فيها نوع من التخصص. ولذلك أقول استغلوا الشهر هذا في الصيف قبل دخول رمضان من أننا نتمنى أن يحب أبناؤنا القراءة ويحبون الكتاب، لأن القرآن الذي نزل علينا هو من القراءة. نبع القراءة كما قلت في بداية الخطبة التفجير المعرفي. المعرفة لا تأتي بالدراسة، الدراسة
سوف ينسى الولد الاسبوع القادم القصيدة التي درسها في اول العام وامتحنها هذا الاسبوع. لن يذكر لشوقي ولا حافظ ولا المتنبي، ولن يذكر معادلة الكيمياء التي اداها ولا قضية الحساب او المحاسبة التي راجعها، لا، انما سوف ينسى. يعني مجبور ان يدرسها، هي يعني مجبر ان يدرس او ان يدرسها، سبحان الله. لكن ما قرأه بهواية هذا سوف يبقى. اتمنى ان شاء الله ان يكون ابناؤنا من الذين يحبون القراءة. احبتي في الله، عالمنا الاسلامي والعربي يمر بمراحل صعبة، وجب علينا ان ندعو لهم باخلاص وبنية صادقة، لان الذي يحدث في سوريا لا يستطيع انسان ذو قلب وذو عقل او تربى او تعلم او لم يتربى او لم يتعلم ان يرى شعبنا في سوريا وابناءنا وبناتنا يحدث فيهم هذا. اللهم كف هذا الظلم عنهم. اللهم من اراد بهم سوءا فاردد اللهم سوءه اليه واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اوقع الظالمين في الظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. امن ابناءنا في سوريا. اللهم احفظ اعراضهم ودينهم واموالهم يا رب العالمين. احفظ رجالهم ونساءهم واطفالهم وبناتهم وابنائهم، انت ولي ذلك والقادر عليه. أرنا في من يظلمهم عجائب قدرتك فهم لا يعجزونك، أنت ولي ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم كن مع أبنائنا في العراق واجعلهم على قلب رجل واحد، وأبعد الفتن والضغائن عنهم، واجعلهم يعيدون العراق إلى عراق الرشيد مرة أخرى، أنت ولي ذلك والقادر عليه. كما نسألك يا مولانا أن تكون مع أبنائنا في فلسطين، ومع أبنائنا في لبنان وفي اليمن وفي الخليج وفي مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر وكشمير والشيشان والصومال واريتريا وكل ارض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم كن مع ابنائنا في افغانستان وفي كل ارض توحد فيها يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم يا ربنا خفف الامتحانات والاسئله على ابنائنا واجعلها بردا وسلاما على قلوبهم، رق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، واعصمهم من شياطين الانس والجن، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. واقم الصلاه قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ربما بعد هذه الخطبه الجافه جدا يعني نتكلم عن العلم والتعلم والتربيه التي لم نتحصل نحن منها شيء. ما العوض؟ ما الذي يمكن ان نصنعه؟ هل انا مطالب بان انتظر الغير ليؤدي الي خيرا، ام انني مطالب ان اكتسب الخير لي ولمن سوف اسال عنهم يوم القيامه؟ السؤال كده يعني. الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيته، والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أصعب شيء في النفس الإنسانية هي محاولة تزكيتها، أنك تطهرها تخلقها تجعلها صاحبة خلق. يعني القرآن يعطيك الإجابة ببساطة وسهولة. إذا مشيت عليه، فرضنا جدلا سيارتك من السيارات الحديثة فيها أمامك خارطة للخليج كله، صح ولا لا؟ هذا النافيجيشن العجيب يقول لك بعد 100 متر ادخل يمين، بعد 300 متر امشي شمال، ادخل على المخرج الأول، امشي على المخرج الثالث، وفي الآخر لما تعانده يقول لك يعني انت غيرت فكرك ولا ايه؟ وبعدين في الاخر يقول لك ما اقول لك ايه، نزلني انا مش هركب معاك. سبحان الله. هذا الدليل اذا سرت وفقا لمنهجه وصلت. وفي الاخر بعض الشركات تعمل لك ايه؟ يعني بعد ما تصل يرفع لك العلم، يعني انت ايه؟ انتصرت خلاص، وانت تنسب بنفسك انك وصلت ايه؟ بدون توهان.
لكن لو سالت 3 4 يكونوا عرب في الطريق، يا استاذ تعرف مسجد الشيخ عمر؟ طبعا اعرفه. كيف امشي؟ كده امشي بس ناحيه راس الخيمه، بعدين رجع كده ناحيه قطر، بعدين لازم يفتي. مفيش عربي عنده قضيه الله اعلم، لان ده يعني هز لكبريائه العلمي. قضيه الله اعلم دي كانت عند ابو حنيفه، عند مالك، لكن عند عبد الغني وعند عبد الحكم وعند الاستاذ احمد والاستاذ اسماعيل لا. يقول لك ازاي يعني هي كيمياء؟ يعني مش كيمياء. الله، طب وان كانت كيمياء طب تطلع ايه؟ ما الصلاه اليس لها قواعد؟ الولد الحكم المسكين اللي بيفضل يجري مع كل لعيب ده سبحان الله، بديل كده يجري ورا والتاني يجري ورا، عنده قواعد ولا ما عندوش؟ كيف يحكم يعني؟ متى يطلق صافرته؟ بقانون ولا بغير قانون؟ المسكين اللي ماسك العصا قدام الفرقه اللي هو المايسترو، هو ضابط الفرقه دي بقانون ولا بغير قانون؟ فيما اظن قانون، او قانون والسلام، يعني قانون المهم او ماسك خلاص تمام. لكن اذا كان في الموسيقى لها قانون وفي الكرة لها قانون، طيب في مسألة الدين ومسألة الأسئلة والمعرفة، طيب انا عايزك وانت راجع اليوم مع ابنك ولا بنتك قول له يا ابني مين ميمونة بنت الحارث دي؟ سؤال كده بس انا ما تسالوش، انا اقول لك طب ما تقول لي انت يا ابوي، صح ولا لا؟ يعني انا نفلسف على بعض سبحان الله. اذا الولد مش عارف امه او جويريه بنت الحارث. طب يا ابني مين صفيه بنت حيي بن الاخطب؟ والله يا ابويا ما دي ده كان درسناها في الصف السابع، لكن دلوقتي انا في اولى في الجامعه نسيت، لانه درس امه دراسه. لكن لو كان بارا بامه لعرف اقل ما يعرف نساء النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه ايه امهاتهم. تخيل واحد لا يعرف امه، اي عقوق هذا؟ اي عقوق؟ انا لا اعرف امي. طب يا اخي اسال. ولذلك بعض الناس اغلب العرب بالذات يستحون من السؤال، لانه لو سال الشيخ معقول يعني اسال الشيخ عن امهات الرسول؟ يعني يعتبر ده نفسه ايه؟ يعني لا يريد ان بالعكس. والله ان الصالحين من عباد الله واهل العلم ما عرفوا العلم الا بالسؤال، ما عرفوش العلم الا بالسؤال. سيدنا ابراهيم لما بحث في الكون الم يتساءل؟ تساءل، يطرح اسئله الى ان اوصل من امامه الى منطق. كيف وصل به الامر؟ ارني كيف تحيي الموتى. وصل بالامر لهذا، انا عايز اشوف كيف يا رب تحيي الموتى. قال خذ اجابه ربه ام لم يجبه؟ خذ 4 من الطير فصرهن اليك. ايه ال4 من الطير؟ راح جاب الديك وجاب طاووس، خلي بالك، وجاب غراب، خلي بالك، ويقال ان الطائر الرابع كانت حمامه. خلاص. وبعدين ثم صرهن اليك، يعني اعرف كل صنف على حده، ادي ده طاووس، ده غراب، ده يعني سبحان الله بهذا المنطق يعني. وبعدين قم بذبحهن واخلط وقطعهن، واخلط اللحم الطاووس على لحم الغراب على ريش بتاع النسر، وبعدين امسك هذه الاجزاء وانثرها في الجبال المحيطة بك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا. سيدنا ابراهيم لانه يريد ان يتعلم ينتظر كيف يعلمه ربه. لو واحد مننا يعني انا مجرد انثرهم هنادي الاول على الغراب ولا انادي على الطاووس؟ وطيب لما انادي مين اللي هيجي الاول؟ يا عم هو الصالحون من عباد الله والدعاة الاول يسأل السؤال وينتظر الاجابة. الله يرضى عن ابن عمر، الجالس عنده 14 سنة، عن يمينه ابو بكر وعن يساره ابوه عمر، والرسول يسأل السؤال صلى الله عليه وسلم: في الاشجار شجرة كلها منافع كالمؤمن، ايكم يخبرني بها؟
فابن عمر قال خطر ببالي أنها النخلة، ولكن رأيت الشيخين عن يميني وعن يسار، فاستحى ابن عمر أن يجاوب، وأبوه عمر جالس وعمه أبو بكر يعني الصديق جالس، قال أنا أتجرأ وأرد والكبار قاعدين، إذا كان هم عندهم حياء من رسول الله في الإجابة. فخطر ببالي أنها النخلة، فلما رأى صلى الله عليه وسلم سكوتنا قال إنها النخلة. يبقى ابن عمر تربى ولا ما تربى؟ تربى سبحان الله. لما دخل عمر إلى بيته وشم الريح الطيب، ما هذه يا أم كلثوم؟ أنا شام ريحة طيبة في البيت. قالت نعيمة العطارة يا أمير المؤمنين جاءت اشترت من عطور بيت المال، وبعدين بعد ما كسرت ووزنت ووضعت تعلق شيء بأناملي. تعمل فيها ايه ام كلثوم بنت علي رضي الله عنهما؟ مسحته في خمارها. عندنا احنا تعدي ولا ما تعديش؟ عمر خد الخمار بتاع ام كلثوم وضعه في الماء ويمرغه في التراب، وبعدين يضعه في الماء، وبعدين يعصر ويشم لسه في رائحة، يعيد مرة واثنين، تراب ماء تراب، إلى أن زالت الرائحة. قال يا أم كلثوم لا تطعمينا نارا في أجوافنا يوم القيامة. يبقى عمر يربي زوجته ولا لا يربي؟ بأدب ولا بسوء أدب؟ أم كلثوم يعني تحسن أن تربى، وعمر يحسن أن يربي. يبقى المستقبل جيد والمرسل ايه؟ أجود، صح ولا لا؟ لكن عندنا المرسل ساخر، والمرسل متكبر، والمرسل إليه والمتلقي متأفف. الولد ليه جالس بعدم اعتناء للمعلم في الفصل؟ لأنه إن لم يفهم من هذا أبوه هيجيب له في البيت، هيجيب هو المعلم ده نفسه للأسف، هيجيبه في البيت. فالولد معتمد على هذا ومش مركز مع الأستاذ ده، لأنه لو عالم أن ليس هناك إلا هذا المعلم وليست هناك إلا هذه الحصة، خلاص انتهى الموضوع، انتهت القضية. هينصت ولا راح فين؟ أرسم آخر السنة، أصير تلميذ فاشل. لكن الذين لم يقوموا بالتربية وجب علينا نحن أن نقوم بالتربية. كيف نبدأ بالتربية؟ صلوا على رسول الله. لما رفع سيدنا إبراهيم القواعد وضع حجر أساس التربية. أي تربية بعيدة عن الوحدانية وبعيدة عن يعني ماذا يدرس لأبنائنا المسلمين في مدارس الابتدائية في أوروبا وفي استراليا وفي كندا؟ عارف يدرس لهم ازاي؟ الزرافة. لماذا طالت رقبتها؟ الولد اللي متربي في دولة مسلمة يقول ايه؟ الله خلقها هكذا، صح ولا لا؟ لأنه عنده يقين بأن الخالق هو الله. الثاني عايز يلغي من دماغ الولد والعياذ بالله الخالق. وكانت الزرافة جدتها ترفع فمها هكذا إلى الشجرة، فأمسكت الشجرة فم الزرافة وطالت الشجرة يعني تتمدد لأعلى، والزرافة مكانها، فطال عنق الزرافة. يبقى الولد اللي في كي جي 2 عارف ان ايه اللي طول عنق الزرافة؟ الشجرة، مش رب الشجرة. تنظر الى الايه؟ سبحان الله. لما دلب جاء يطور التعليم في مصر وبعدين في البلاد العربية كلها، يقول كان العرب قبل الإسلام يعبدون الأصنام، خلي بالك، ويشربون الخمر ويعيدون البنات أحياء. جاء الإسلام فمنع هذا ويضع نقطة. احنا ناس عرب طيبين، نقول الراجل ده محترم ولا مش محترم؟ ظاهرا ايه؟ محترم، لكن هو حقيقة الأمر لا يعرف الاحترام السبيل. ليه؟ عايز يوحي إلينا أن الإسلام جاء فقط عشان يحرم الخمر ووأد البنات وعبادة الأصنام. وطالما أنه عمل كده والمسلمين لا بيعبدوا أصنام ولا بيشربوا خمر ولا بيأذوا البنات، يبقى الإسلام قد إيه؟ دوره قد إيه؟ قد انتهى. احكم أنت براحتك بقى. شوف العبقرية في الإفساد.
عبقرية إفساد على مدار طويل والنفس الطويل. ولذلك أنا أرى وما زلت أؤكد الأمل بدون زعل وأكرره، لا في 50 ولا 60 ولو أنت ماشي كده لفوق خلاص. الأمل فيما دون ذلك، أبناؤنا في 10 وال15 في 20 25 وال30 لغاية 30 بس، هو ده الأمل. ليه؟ لأنه جيل النقاش، والإسلام لا يوطد له إلا بالنقاش والرأي الآخر. فهمني، علمني، كلام مظبوط. لكن نحن كنا نأخذ العلم تلقيني، والعلم التلقيني لا يأتي بنتيجة. احنا عايزين علم بحثي. يعني ايه؟ زي ما سيدنا ابراهيم قاعد يبحث في الكون، قال هذا ربي هذا ربي هذا أكبر، بيبحث عشان يقنع قومه بكفرهم، بس عن طريق ايه؟ سياق ما يفكرون فيه. ولذلك القرآن من عظمته لما دخل مؤمن آل فرعون ينصر قضية موسى، هو ابن عم فرعون. فرعون وقومه في عقيدتهم أن موسى صادق ولا كاذب؟ كاذب، صح ولا لا؟ انتوا خايفين تتكلموا ولا ايه؟ فرعون حاطط في ذهنه أن موسى كذاب، صح ولا لا؟ طب مؤمن آل فرعون عايز يدافع عن قضية سيدنا موسى وقضية الوحدانية. من منطق الدفاع أنك تتكلم وتنتقل إلى الأرض التي يقف عليها الخصم لتواجهه بإيه؟ بأسلوبه. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، إلى أن قال وإن يكن كاذبا فعليه كذب وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي إيه يعدكم. شوف اسمع، بدأ بالكذب ولا بالصدق؟ بما يقتنعونه. إن كان كذاب أو كذبه يرجع له، صح ولا لا؟ طب وإن كان صادق يبقى عمل القضية 50% و50% كذب كما تقتنعون، و50% صدق كما يقتنع هو. والله إن كان كذاب الكذب لن يصيبكم بشر وإنما يعود إيه إليه هو، وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. بهذا المنطق، هذا أسلوب في الدعوة. أسلوب الدعوة أنك تقول طيب والله الولد مقتنع أن التدخين مش غلط مثلا، قل له طيب يا ولدي ينفع ورمضان داخله إن شاء الله تيجي على ساعة المغرب كده وتروح تدي واحد فقير صندوق سجاء لله، خد يا عم دخل لله كده ولع، سبحان الله احترق، اتبسط خلاص بعد يوم ايه سبحان. وكثير من اولياء الامور في البيوت بدل من ان يدخل طيبا تمرا او ماء او عصير طيب او سكريات يفطر على الايه، على يعني سيجارته او على صوت ايه ارجلته، لا اله الا الله، سبحان الله العظيم. ابتدي ايه لا حول ولا قوه الا بالله. فانت تريد ان تقنع الولد، اقنعه بهذا الشكل، يقول حرام، لا طيب خلاص يسكت. لكن ليس هذا اقناع، هذا ليس مقنعا. انما الاقناع هو وسيله ان تاخذ او تنتقل الى الارض التي يقف اليها الاخر. كيف؟ الرجل الحجاج راح زار مدينه على حدود ايران، وجد جماعه من البدو وفيهم رجل شكله مخيف قاسي، قال له انت واليهم وقاضيهم. يا خبر ابيض، الناس بصوا كده، هو مش لاقي يعني الحجاج بالله عليك هيولي من يعني؟ عمر بن ابي ربيعه شاعر يعني يقول له كلام طيب؟ واحد زي المهم. فالحجاج مشي، قام الرجل على المنبر اصبح الوالي، قال وايم الله لو جاءني اثنان منكم ظالم ومظلوم لأضربنهما ضربا حتى يموتا. قعد 3 سنوات والي، اياك يجيله المتقاضي واحد. الناس اصطلحوا مع بعض، قال سبحان الله العظيم. ليه؟ لانه عرف مفتاح القضيه. وكانت التابعيه انصح منا جميعا لما زفت الى زوجها، انظر الى الفهم والى العلم. كان من تلاميذ الحسن البصري، فالحسن شاف واحد صالح كده قال له تتزوج فلانه، قالوا خلاص يا إمام تزوجها. فلما أغلق الباب عليهما لقيت فيه مصطبة كده عالية شوية زي منصة، قالت له أبا عبد الله، دي العروسة،
اريد ان اخطب فيك خطبه. وبعدين وانا جبت الحسن البصري يجي في البيت ولا احنا جايين نخطب؟ انا يا اختي اخطبي. شوف بعد ان حمدت رب العباد واثنت عليه، اما بعد شوف بإيجاز بسيط: يا ابا عبد الله انا لا اعرفك وانت لا تعرفه. احنا ابويا سأل عنك يا راجل طيب، الحسن البصري زكاك، وانت سألت عني والحسن البصري زكاني. انا لا اعرفك وانت لا تعرفه، فاخبرني ماذا تحب من الامور حتى اتيه، وماذا تكره حتى يتجنبه، والسلام عليك ورحمه الله. انت طبعا تتعجب ايه الخطبه دي، صح؟ يقول ده الشيخ عمر بيودينا الشرق ويجيبنا في الغرب ويطلع فوق وينزل تحت وفي الاخر هو كان بيتكلم في ايه؟ يعني المهم يعني مش انت يعني في حته ثانيه. المهم هي لخصت الحياه، ايه اللي انت امور تحبها كذا والامور اللي تكرهها. فعاش معها 27 عاما، انجب منها اولاد كلهم حفظه. لما ماتت وبعد ان قبرها قال والله ما قطبت جبينها في وجهي قط، وما سمعت منها كلمة نابية قط، وما رفعت صوتها علي قط. اوعى تقول ملهاش بنت، لا ده كان الكلام ده من 1200 سنة. خلاص طبعة واحدة نسخة غير مكررة خلاص، يعني عشان ما يداعبكش الخيال. يعني مش عشان الشيخ عمر قاعد يكلمك عن التربية والتعليم يعني انت خلاص بقيت المربي الاول والمعلم الاول. المهم يعني فسبحان الله. بعد مرور سنة من زواجه، انظر هي وراها من برضو في قصة تانية في بعد. قال دخلت رأيت عجوزا تأمر وتنهى في البيت. يا ولد يا بنت اعملي اهلا. والموظفين او الخدم اللي في البيت بتأمر وتنهى. فهو بس كده استغرب، قال من هذه؟ مين دخل بيتي ده؟ قالت الزوجة هي امي. فتراجع 3 خطوات. انت بتتراجع 3 كيلومتر. المهم يعني شوف انظر الام: يا بني هل احسننا التربية فنسجد لله شاكرين، ام لم نحسن التربية فنقول انا لله وانا اليه راجعون؟ سبحان الله. بدي عليك لما زوجتك تقول لك الكلمتين دول، حتى لو كانت زوجتك هي زوجتك، يعني خلي بالك انت بالله عليك هتقول فيها ايه؟ والله يا عمتي، الله يا خالتي، الله يبارك لك، الله يعطيك الصحة، حتى من باب يعني حسن الضيافة، صح ولا لا؟ من حسن الضيافة. لا اله. بعد سنة قالت يا بني هل تأذن لي ان آتي لأطمئن عليكم كل عام مرة؟ بتستأذن الحما مش من الساعة 7 الصبح تخبط عليكم زيكم بخير والله، طالما احنا بعيدين احنا بخير سبحان الله. فانظر الى العائلات على بعضها شكلها ازاي. الله يرضى عن علي، قال يا علي ما تروح تخطب فاطمة، اصحابه يعني شباب. قال لا انا استحي من رسول الله. قالوا تقدم هو يحبك. قال لقد طلبها ابو بكر وعمر ورفض. معقول انا اوصل شوف الادب سيدنا علي، هو لا يرى نفسه كفءا لمستوى ابو بكر وعمر. ابو بكر يخطب فاطمه يقول له صغيره السن يا ابا بكر، ادب الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر صغيره السن يا عمر. فلما بلغ عليه اتشجع وتوكل على الله. فدخل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقرب فقال قرب عليه، تقرب حتى وضع ركبتيه الى ركبتيه. شو لغة الجسد. فوضع يديه الشريفتين على ركبتي عليه. سيدنا علي قال فحالت هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطلب فاطمة. ده الولد بيبقى متربي في اسره ويروح عند حماه، وحماه ده يعني عزك الله يعني المهم بارك الله، ويفضل يفرك الولد في ايديه، والله يا عمي خير يا ابني، والله يا عمي يعني اظن انقرضوا دول حتى سبحان الله. ده كويس ما دخلش هو وهي، احنا خلاص المهم يعني بس تعالى اشهد على عقد. المهم فالرسول يقطع عليه الحياء. يا علي اجئتنا لتخطب فاطمه؟ يلا اتكل على الله يا الله. شوف الحنان بتاع سيدنا رسول الله. فسيدنا علي يسكت كده ولكني لا املك شيئا يا رسول الله.
عند منين؟ قال اين درعك الحطمية؟ انا كنت في درع كده اعطيته لك. قال موجود يا رسول الله. قال اتني به. دقيقتين كان عليه جاب ده فرصة. راح سيدنا الحبيب اعطى بلال، قال له بيع الدرع ده في السوق. باع، يقال ما بين 40 إلى 400 درهم، حاجة بسيطة خالص. وراح لأم سلمة وعائشة جهزها فاطمة، يلا تكون على جهزوها. جهزوا فاطمة سجادة تكفي لأن ينام علي وفاطمة عليها ويلتحفوا بنصفها. يعني عرضها كم كده؟ يعني 2 3 متر، صح ولا لا؟ وسادة من جلد حشوها ليف، وراح يطحنوا عليها النوى والدقيق، وقربة عشان يحطوا فيها الايه؟ الماء او اللبن. هذا مهر فاطمة. بعد مدة حملت واصبحت في الشهر الاخير من ولادتها للحسن. تعبت. كان بعد الغزوة في أسرى وقعوا في يد المسلمين، والرسول له ايه؟ الخمس. فسيدنا علي قال لها اذهبي الى رسول الله اطلبي منه خادما يعينك. خادمة او خادمة يعني تعبانة وحامل. فذهبت طلبت من ابيها. ماذا قال ابوها؟ يا فاطمة الا ادلك على شيء ان فعلتيه انت وابن عمك اذهب الله عنكما عناء اليوم كله؟ اذا اويتما الى الفراش سبح 33 واحمد 33 وكبر 34 يذهب الله عنكما عناء اليوم كله. رجعت فاطمة زي ما نقول بالعامية ايد ورا. ماذا قال ابوك؟ الرسول قال لك ايه؟ والله دلنا على موضوع نسبح ونحمد ونكبر. فرضنا جدلا يعني خليك نعمل اسقاط على الواقع المر المتدني. انت حماك حماه الله راجل ملياردير، صح؟ ودخله في الشهر زي دخلك انت في ايه؟ في ال40 سنة اللي هتشتغلها سواء في القطاع الخاص ولا القطاع العام. خلاص؟ رحت قلت لها روحي لابوك عنده 7 بيشتغلوا يعطينا بس واحدة. خلاص؟ ابوها طلع ناصح، قال انا هعمل معاك يا بنتي زي ما الرسول عمل مع فاطمة. روح كده انت وزوجك محروس، خلي بالك انت ولا عبد الرحمن، وسبحها 33. انت تقول لها ايه؟ تعرفي تعملي وتاني وترجع عند ابوك؟ صح ولا لا؟ ما ان سمع علي وفاطمة هذا الا وجاء الليل فقال فوالله ما ان سبحنا وهللنا وكبرنا وحمدنا وكبرنا الا وقد اذهب الله عنا عناء اليوم كله. ايه المسلك التربوي في المسألة؟ مش كل شيء انت تاخده لنفسك، اعطي الاخرين ما يجب ان يعطوا. انت تريد الان ترجع البيت تتمنى زوجتك ترى اسنانها ولا ما تراش اسنانها؟ بالله عليك انت تتمنى ايه؟ تتمنى ايه؟ ما تراهاش خلاص، لا اله الا الله. يا اخويا مالهم نايمين دول؟ خلاص ولا تزعل؟ طيب بنتك بلاش زوجتك فلدتك بيدك، خلاص تحب تكون سعيدة ومبسوطة وترى اسنانها من الابتسامة ولا لا تراها؟ طب انت تريد من الاخر ان ترى اسنانه من ابتسامته، الا تظهر انت اسنانك للاخر؟ صح ولا لا؟ امال يعني وقدموا لانفسكم. ابن عباس كان لما اليوم اللي ما يخرج فيه للدرس يتطيب يغتسل ويلبس افخر الثياب ويتطيب، ففجأة مثلا ابن عمر يزوره، الى اين يا ابن عباس؟ يقول ليس الى مكان. الله، يعني انت لابس كده ومتهيئ على فين؟ يقول انا احب ان اتزين واتطيب لزوجتي كما احب ان تتطيب وتتزين لزوجتي. احنا في مجالس الاخوات لما نديهم درس يقول يا بنتي قبل الحجاب، قبل ما ربنا يمن عليك بالحجاب كنت بتشتري اثواب غاليه مكلفه، بل هو الراجل السلام من البنك منين؟ واصبح البنك يطارده كاللص الذي وجد في المسجد. سبحان الله. المهم فالثياب دي هي تقول هديها الفقيره، دي ثياب خروج وحرام، فانا احل لهم الحل الوسط
ويا بناتي في البيوت اللي ربنا من عليها بالحجاب كانت عندها ملابس من اياها دي تلبسها للزوج في البيت، ايه رايكم؟ ترد واحده بالفطره كده تقول لي يا استاذ هو غريب يعني وانت لازم تلبسي له تعالى تمسحي بيها البراءة؟ لا اله الا الله. ورائحه البصل تفوح في نواحي بتاع وضواحيها، لا اله الا انت سبحانه. هو غريب يا استاذ، يعني ايه غريب؟ فشوفوا الفكره التي خرجت من داخلها دون تفكير، مش متعجبه انها هتتعجب لو لبست كده وقعدت واستقبلت الزوج بابتسامه. تقول منين الابتسامه؟ ده الولد منكد عليا والام وبعدين نسال الله السلامه في ان يكف السنه الاباء والامهات من الطرفين عن الاسره التي تكونت من الولد والبنت. والله نحن احوج الى التربيه منا الى التعليم. نحن احوج الى قليل من التربيه اكثر من كثير من التعليم. ما فائده التعليم؟ العلم في ناجازاكي وهيروشيما دون تربيه ضيع المدينتين تماما من على الارض، واصبحت الامراض الى الان موجوده. هذا هو العلم، هذا هو العلم دون ايه؟ دون تربيه. لكن التربيه التي لما دخل ابو عبيده الشام حفظها الله رب العباد ودخل دمشق وقال لآله انا احميكم من الرومان، فاعطوه الجزيه. فلما وجد ان الرومان بيجهزوا 250,000 للهجوم على سوريا راح ابو عبيده ارجع للناس اموالهم، قال انا اخذت الجزيه دي عشان ادافع عنكم، طالما ان الرومان عادتهم كده ولا استطيع الدفاع، والله هذه اموالكم ترد اليكم. وهذه لاول واخر مره في التاريخ ان فاتحا او غازيا ياخذ مالا ثم يعيده الى الايه؟ مش الحكومات الاسلاميه الان تقول لك بس ادفع وبعدين تظلم، صح؟ وتظلم براحتك سبحان الله. لكن ابا عبيده ارجع المال. هذه تربيه قبل التعليم ولا تعليم بدون تربيه؟ تربيه. هكذا رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التربيه التي ايه؟ التي جعلت هؤلاء عندك في المسجد النبوي في الروضه اسطوانه الحرس، وفي الاسطوانه المخلقه، اسطوانه عائشه، اسطوانه جبريل، صح ولا لا؟ مكتوب عليها كده. ايه اسطوانه الحرس؟ كان سيدنا علي والفضل بن العباس وبنو عبد المطلب بنو هاشم يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم اينما تحرك، شنو وراه؟ الى ان يجدوا عند العمود ده يجلسوا وهو يطمئن انه دخل الايه؟ دخل الى حجرته عشان يؤمنوا مدخله، واذا خرج وقفوا ومشوا بالجوار، الى ان نزلت الايه الكريمه والله يعصمك من الناس. خلاص لا يعني توكلوا على الله، انا في حراسه ملائكه ربي. حتى كان يقول للصحابه سيروا امامي وذروا ظهري واتركوا ظهري لملائكه ربي سبحانه. وظلت اسطوانه الايه؟ الحرس، اسطوانه السرير سبحان الله. الاسطوانه المخلقه دي ايه؟ الرسول لما دخل الى المسجد راى انسان عزك الله بصق في المسجد، يعني الرسول غضب، هذا مسجد. فامنا ميمونه الله يرضى عنها جاءت له بعود من الزعفران، فنظف الرسول المكان بنفسه. لو رحت وعند هذه الاسطوانه العمود ده وسجدت وانت طيب القلب تشم رائحه زكيه. ان في القرن السادس الهجري كان ثقب حصل في القبه الشريفه فوق القبر الشريف، فقالوا يا رب منين؟ فاكتشفوا ان الطائر وقع فوق القبر الشريف ومات. فعملوا ايه؟ جابوا واحد عابد في المسجد النبوي مشهور بالعباده والتقوى وانزلوه عشان ياخذ هذا الماء عشان كي يعني لا تفوح رائحه في القبر الشريف. فاخذ هذا الشيء ووضعه في خرقه ثم كنس القبر بلحيته، فظلت لحيته الى ان مات تفوح منها رائحه المسك. دول تربوا بهذا المنطق. فاللي تربى بعيد عن الدين لا، اي واحد يقول لك هذا ليبرالي هذا علماني هذا بس خلق، طالما هو بعيد عن الدين. شوف ساعة الجد يطلع اللي جوه، او لتعرفنهم في لحن القول، لازم فلتات لسانه تخرج سبحان الله، فلتات اللسان تطلع. لكن الانسان اللي تربى على دين، لي شيخ الله يبارك في عمره في منتصف الثمانينات
قصة قريبة يعني من 3-4 سنوات. دعينا في مكان ما في بلد ما إلى عرس شاب من عائلة مهمة، فالشيخ عنده رده فيها جلطة وتعبان، وكل ما يدخل حد يقف لي يسلم. وضلت الشيخ ممكن تروح البيت وأنا أنوب عنك؟ قال لا أنا جالس. طيب شوية استأذنت له من صاحب العرس، قلت يا فلان يا ابني خلي فضيلة الشيخ يروح البيت وأنا مكانه. فالشيخ قال لا أنا مصمم، أنت ليه عايز تخليني أمشي؟ أنا قاعد. إلى أن قدم بنهاية الموضوع وليمة العشاء. أنا أعرف أن الشيخ لا يأكل، جلس معنا على المائدة لا يمد يده، فأشار بيده نعم. قال أنا انتظرت لأن ما فيش حد في البيت، الأهل على سفر والأولاد وما في خادم في البيت، الولد السائق اللي معايا لازم أنا جلست الجلسة دي كلها عشان يقدموا له طعام العشاء عشان يتعشى ويروح، وعشان إيه؟ ده عرس وسبحان الله أنا باقي عشان السائق. قبلت يده ورأسه. تربية دي ولا مش تربية؟ أنا أتربى وأتعلم من هؤلاء يعني سبحان الله العظيم. يعني اخ افغاني عايش في سويسرا، ابوه كان شيخ في كابول، يقول كنا في قريه، يقول تلاميذ ابويا في الخمسينات كانوا لما ينزلوا القريه اللي فيها ابويا ينزلوا من فوق بغالهم ولا يركبوا الدابه في قريه سار فيها العالم باقدامه. وكان له تلميذ على بعد 10 بيوت، فكان التلميذ وهو في بيته لا يمد رجليه في اتجاه بيت الشيخ. احنا ما شاء الله الشيوخ عندنا لا قوة الا بالعلماء، يعني شيوخ العلم يعني للاسف دول يعني غرض لكل، ده بيكح، ده لحن في اللغة، ده عمل سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربينا على موائد كرمه، وأن يربينا على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن زكاهم رب العباد سبحانه وتعالى. طب يا سيدي والله ندعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل لاخينا الكريم الشيخ ابو اسحاق الحويني، ربنا يتم عليه نعمه الشفاء ويعني يجعله في ميزان حسناته وكفاره وطهور له ان شاء الله، ويشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين، ويختم لنا ولكم بالصالحات. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.